مين فينا ما حاسس الشعور ده ومتأخر في المنهج، أو حتى لو مش متأخر في المنهج وممكن يكون سابق كمان وماشي تمام مع المدرسين جدًا، ولكن برضه حاسس إن هو مش قادر ومش قادر إن هو يلحق. فأحسن حل مع الشعور ده هو إنك تقطع الشك باليقين. شكك إنك مش قادر وحاسس إنك مش هتلحق، وده في كل الأحوال شعور كاذب أصلًا، بإنك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل المواد اللي عندك، وتكتب إيه هي نقاط ضعفك بالضبط، وتكتب إيه هي مشكلتك بالضبط في كل مادة من المواد اللي عندك، وتحاول تحط حلول جذرية للموضوع. وكل مشكلة وليها حلها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق معه الدواء، بس إحنا محتاجين إن إحنا نجتهد علشان نطلّع الدواء ده. أنت كمان محتاج إنك تجتهد علشان تنفذ الحلول دي. ورقة تانية اكتب فيها مشاعرك وإيه اللي ملخبطك وإيه أكتر الأفكار اللي بتيجي لك وإيه هي مداخل الشيطان عندك حتى وإن كانت مداخل نفسك أنت شخصيًا، وحُط ليها حلول. أول حل عندك لازم يكون التعبُّد، وإنك تحافظ على علاقتك بربنا لأبعد حد ممكن. بعد ما تعمل الحاجات دي كلها تحس إنك مرتاح أكتر، وكمان هتحس للأسف الشديد يعني بحماس. واحذر من الحماس المتزايد. الحماس ده هو مجرد شعلة بتخلّيك تنتج أو بتخلّيك تعطي الحلول، وبتخلّيك تكتب مثلًا الأفكار اللي بتيجي لك، وبتخلّيك تحاول تبدأ في الحلول دي. ولكن زيادة الحماس للأسف غلط كبير جدًا، وأظن أنتم فاهمين قصدي من أول شهر في السنة لمّا بدأتوا كنتم متحمسين، أظن أنتم فاهمين قصدي كويس أوي. أقرب مثال للحماس هو زي النار اللي بتدفيك والنار اللي بتحرقك. أظن فهمتوا قصدي. فاحذر من الحماس المتزايد لإنه هيوقّعك. أهم حاجة لو أنت بتفكر في التأجيل اقطع برّه الشَك باليقين واسأل نفسك شوية أسئلة كده. هل أنت مستعد إنك تعيش سنة زي دي تاني؟ هل أنت مستعد أصلًا أو مستحمل إنك تقعد شهر زيادة أساسًا في ثانوية عامة؟ هل تستحمل إن كل زمايلك في كليات أيًا كانت الكلية وأنت لسه موجود في ثانوية عامة ومحشور فيها ومش عارف تطلع منها؟ بكل تأكيد إجابتك هتكون هي فين كتبي، أنا عاوز أقوم أذاكر، عاوز ألحق اللي فاضل من الحكاية. فيا جماعة بجد هو التأجيل ده أكتر حاجة مؤذية للنفس أصلًا، وأكتر حاجة غلط، أسوأ قرار ممكن يكون اتخلق أصلًا، وحقيقي مش عارفة مين الإنسان اللي طلّع فكرة التأجيل دي من الأساس. لإن ما حدش عملها إلا أمّا وقع، وللأسف خسر نفسه قبل ما يخسر حتى الكلية أو المجموع اللي كان عاوز يجيبه. خسر نفسه ونفسيته جدًا وصحته فوق كل ده، وكمان أهله. فيا ريت لو بجد نقطع الشك باليقين في النقطة دي بالذات ونلغيها تمامًا ونلحق اللي فاضل من الحكاية. بالنسبة لحوار هتلحق أو لأ، أتّفق إن أنا فعلًا ما راكمتش في ثانوية عامة، ولكن في الكلية طبعًا الكلية والثانوية يعني أكتر حاجتين ما ينفعش يتقارنوا ببعض. فعلًا ما ينفعش تقارن ببعض، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، أو دي مرحلة ودي مرحلة تانية خالص. بس نفترض يعني نفترض أنا فعلًا راكمت جدًا، وأكاد أكون الأخيرة فعلًا في البداية، أخيرة في كل الناس في البداية، بدأت آخر واحدة تقريبًا يعني. وأكاد يعني يكون موقفي كان سيء جدًا، جدًا، جدًا. ولكن ما استسلمتش، أصلًا ما قداميش فرصة تانية. ما استسلمتش فعلًا وحاولت ألحق وكثّفت مذاكرتي جدًا، جدًا، كثّفتها جدًا. وحاولت أضغط على نفسي جدًا. أي نعم ظلمت نفسي، ظلمت نفسي أوي بصراحة، ظلمت نفسي فعلًا. ولكن يعني أنا ما كانش قدامي فرص تانية، وكثّفت فعلًا مذاكرتي، حاولت إن أنا أضغط على نفسي قدر الإمكان واشتغلت صياح كالعادة يعني. ولكن برضه في النهاية لحقت. والله بجد لحقت. فاتعلمت حاجة أنا تقريبًا عمري ما اتعلمتها، إن طول ما في وقت في فرصة، طول ما في وقت بجد هو في فرصة. في ثانوية عامة مثلًا لو في قبل الامتحان أسبوع في فرصة كبيرة إنك تعمل حاجات كتير، لو أنت استغليت الوقت ده بصح. بالنسبة للكلية اللي قبلها يوم واحد بس أنت كده زي الفل يعني في الأمان. فبجد اتعلمت فعلًا إنه لأ، في فرصة كبيرة، في فرصة كبيرة أوي كمان. ولكن أنت بس حاول تستغلها وتكثّف مذاكرتك وحاول تكثّف أمورك، وحتمًا هتلحق بجد. وأخيرًا وليس آخرًا، تخيّل نفسك في الجامعة، تخيّل نفسك في الكلية، تخيّل نفسك يوم النتيجة بتاعتك، تخيّل نفسك في الحوارات دي كلها اللي يمكن هي أكتر حاجة بتدّيك دافع إنك تكمّل. وبس كده، وصلنا لآخر الفيديو بتاع النهارده. أتمنى فعلًا تكونوا استفدتم. نراكم في فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك، تسيبوا لنا رأيكم في comment، وتشيروا الفيديو مع أصحابكم. I think إن أنتم دلوقتي محتاجين حاجة زي كده يعني. وبس كده، باي باي.